السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. ادري طولت بهاي المحاضرة بس البارحة كنت وعدتكم انزلها، بس اليوم قعدت من الصبح لان البارحة كان عندي شغل، فقعدت من الصبح قلت حتى انزلكم محاضرة. راح احكي بشغلات بسيطة نسيت اذكرها، بس انه مصطلحات اللي ذكرتها سابقا. البوس اللي هو بريك اوف ستراكشر معناته استمرارية بالسعر. الماركت ستراكشر شيفت اللي هي الام اس اس اللي هي تغيير في هيكلية السعر. تمام؟ هاي يعني ما اتذكر ذاكرا او ما ذاكرا، بس قلت اذكرها في بداية الفيديو. المهم هذاك الفيديو حكيت عن الاوردر بلوك. يا اخوان الاوردر بلوك راح اشرح لكم اياه، ما حد شرحه مثلي، وهواي ناس يعني شرحوا منه شغلات بسيطة، واكو ناس شرحوا شغلات سطحية. انا بالنسبة لي الاوردر بلوك هو دخول سمارت ماني، انه كانوا داخلين قبل. انا راح ابسط لك كل شغلة واوصل لك اياها، خلينا نقول بمصطلحنا العراقي او يعني هذا المصطلح، عرفت شلون؟ ف المهم طبعا هذا انا محدده، انا داخل من عنده. تمام؟ هذا اللي شرحت لكم اياه، بس امسح التحليل، اعذروني. طبعا قاعد من النوم قبل بلشت اصور. اوكي تعال نمسح وحده وحده. تمام يلا ماكو مشكله، بس امسح هاي سريع سريع. يلا الاوردر بلوك شرحت لكم اياه ذاك الشرح، راح اكمل بيه بعدين انطيكم اوردر بلوك ثاني، بعدين ادمج لكم الثاني ويا هذا، لان اكو بين شروط ضروري لازم. تمام؟ زين بذاك الفيديو شرحت لكم ان الاوردر بلوك، قلت لكم يا شمعة تاخذونه يا شمعة. زين هنا انا فاتح فريم ال 15 دقيقة، وين عندي اوردر بلوك؟ عندي هذا اوردر بلوك. زين ماخذ سيولة؟ اي نعم، عندي هذا القاع وهذا القاع. ماخذ من جواتن سيولة؟ نعم ماخذ من جواتن سيولة. ووراها منطيني ديسبليسمنت اللي هي فويد تحب تسميها او ديسبليسمنت. تمام؟ ضعف الاوردر بلوك تقريبا ب3 مرات، طبقت عندي كل الشروط. فاني شو اجي اسوي يا حلو؟ اجي احدد الاوردر بلوك مباشرة. انا ها يا هو اكبر الجسم لو الذيل؟ لا الجسم اكبر. تمام؟ فهذا هو الاوردر بلوك. تمام؟ الله حدد تم صح. تمام هذا هو الاوردر بلوك. وين نزل السعر؟ نزل عند هاي على 15 دقيقة. زين انت كيف اذا اخذت اوردر بلوك يومي؟ كيف اذا اخذت اوردر بلوك 4 ساعات او اسبوعي؟ تمام؟ هسه هذا عندي على 15 دقيقة. وين عندي السعر؟ رجع عندي السعر اتفاعل وياه بدايته. تمام؟ وراها السعر طار، رجع عندي السعر اتفاعل ويا ال 50%، وراها السعر طار. تمام؟ واذا ملاحظين بداية اول ما فتحت الفيديو التصوير كنت ماخذ منه شراء، منها ما اخذت شراء للامانة، ما دخلت، منها دخلت. فوين عندي اوردر بلوك ثاني؟ زين هذا اوردر بلوك، تعال يا حلو، هذا اوردر بلوك. لا ليش؟ لان ما ماخذ سيوله من هذا القاع. نزل السعر هنا ما عندي قاع، ما اخذ سيوله، هنا عندي فير فاليو جاب. هاي الفير فاليو جاب. تمام؟ هاي الفير فاليو على 15. هاي بعدين راح اشرح لكم اياها وادمج لكم اياها. تمام؟ المهم وين بعد عندي اوردر بلوك؟ اوردر بلوك اوردر بلوك. هذا عندي اخذ سيوله من هذا القاع؟ اي نعم اخذ سيوله من هذا القاع. هاي طبعا ساعة حاليا اتوقع 9 الصبح. تمام؟ عندي هاي الشمعة اكبر لو الجسم؟ لا الشمع الذيل العفو اكبر لو الجسم؟ لا الذيل اكبر. فش اسوي؟ اخذ الشمعتين. تمام؟ هذا المغناطيس تعبني، هذا يعني بليس الكاميرا على المغناطيس خلتني اتعلمه. زين هذا اخذت الشمعتين، نعم نزل اتفاعل وياه بالبداية.
تفاعل وياه؟ اي نعم تفاعل وياه. انا اشتري ستوب بجو 50%، اشتري من بداية ستوب بجو 50%. طبعا بالمناسبة ويا خط ال27، هذا خط ال27 انا مسوي بيه محتوى على الانستا. تفاعل هنا، تفاعل هنا، رجع هنا، تقدر تدمجه ويا الاوردر. تفاعل هنا، شوف اول ما اغلق فوقه هنا هنا هنا. زين، المهم وين بعد عندي اوردر بلوك؟ هاي جاي اراجع لكم المعلومات بسرعه بسرعه. هنا عندي اوردر بلوك على 15 دقيقه، بس شنو ما ساحب سيوله من هذا القاع. اجي اخذه على مود اشوفك اذا ما يطبق الشروط اللي انا قلت لك اياها ينضرب. هذا الاوردر بلوك، هذا القاع مالته، وهاي الشمعه الثانيه. زين، شوفوا انضرب. شنو السبب انضرب؟ لان ما مطبق الشروط، ما ماخذ سيوله من القاع السابق. تمام؟ زين، هسه اكو شغله مهمه اريد اقول لكم عليها، بس ركزوا لي بيها. هسه هاني حطيت فريم يومي، تمام؟ وين عندي اوردر بلوك؟ امسح هاي، امسح هاي. وين عندي اوردر بلوك بعد؟ عندي اوردر بلوك هذا. هسه هذا فريم يومي، تمام؟ هاي الشمعة عندي ديسبليسمنت حلوة ما بيها شيء، اشوف اني وراها سحبت سيولة من القاع السابق. اوكي، طبق لي شرطين، طبق لي شرطين طبق لي اياهن. سحبت لي سيولة بذيل من القاع السابق. زين، انا شو اسوي؟ اجي اخذ الاوردر بلوك. بهاي الحالة الجسم اكبر لو الشمعة؟ زين، الجسم اكبر لو الشمعة؟ الجسم اكبر. بس بهاي الحالة ما راح اخذ الاوردر بلوك ويا الذيل. هسه تقولي سفيان انت قلت لي لا، انا اذا الشمعة اكبر، الجسم اكبر من الذيل، راح اخذ الاوردر بلوك ويا الذيل. لا، الاوردر بلوك اذا كان بدون فير فاليو جاب، بعدين راح اشرح لك اياها ان شاء الله. زين، انا هسه اريدك بس تاخذ لي الجسم، اريدك بس تاخذ لي الجسم. اذا الاوردر بلوك بدون فير فاليو تاخذ شنو؟ الجسم. اذا فير فاليو تاخذ الذيل. زين، انا اشرح لك اياها ان شاء الله بعدين. المهم هنا اخذ بس الجسم لان ما عندي فير فاليو جاب وما عندي ديسبليسمنت قويه، تمام؟ فش اسوي؟ اخذ بس الجسم. اوكي؟ اخذ بس الجسم. هنا ايش سوى السعر؟ يا حلو، اتفاعل وياه هنا وهنا وهنا. تفاعل وياه 3 مرات، مرتين، 1 و2. زين، من تفاعل وياه شنو سوالي؟ على 15 دقيقة شنو سوالي؟ سوالي اوردر بلوك ثاني. وينه؟ هذا الاوردر بلوك الثاني اللي سوالي. هنا تفاعل وياه مرة بس ما سوالي اوردر بلوك. زين، هذا سوالي اوردر بلوك ثاني من تفاعل وياه. شفت التركيز؟ اريدك تركز. من السعر يتفاعل ويا اوردر بلوك يومي، انت معناته صار عندك اوردر بلوك على 15 دقيقة او على 5 دقائق، اوردر بلوك ثاني، فتدخل من هذا، تدخل من، تقدر تدخل من اليومي. وهسه اقول لك شلون اخليك تدخل من اليومي. بس هاي دا انطيك انا اكثر من معلومة على مود ابسط لك اياها. تمام؟ نفس ما قلنا الاوردر بلوك تاخذوه هسه حاليا، بس شنو؟ اذا بهذا الشكل، بهذا الشكل، انه الجسم اذا تشوف ديسبليسمنت ماكو قويه، زين بطأت شويه بعدين طار، تاخذ لي بس تاخذ لي جسم الشمعه. اذا كان جسم الشمعه اصغر من الذيل مال الشمعه، لا تاخذ شمعتين ويا الذيل. سجلها يمك بالدفتر، ما اريدك بس تتابع هيك. اذا كان الجسم اصغر من الذيل تاخذ شمعتين، نفس قانوننا القديم، شمعتين ويا الذيل. تمام؟ ويا الذيل. اوكي؟ وبعد بيها شروط اخرى، ادري شوي دماغك راح يتعب بس ما يخالف، سجلها بالدفتر وعيد المحاضره اكثر من مره، راح تشوف انه خلاص طبت المعلومه. زين؟ بس يعني ما اقدر انطيك شيء، اقدر انطيك شيء بسيط يعني اقدر انهي اوردر بلوك، الكورس مال الاوردر بلوك او المحاضره. بس ليش؟ فوقاي رب العالمين، انا كل اللي اعرفه جاي انطيك اياه. فحتى لو صعب ما يخالف، ركز وياي. زين، اليوم
راح شويه اعمق بالمعلومات. تمام؟ زين، خلي اكو شغله هم مهمه. وين كان عندي اوردر بلوك بيعي يا حلو؟ كان عندي اوردر بلوك بيعي هنا. اليوم المعلومات راح اعطيك اياها شويه اريدك تركز لي بيهن. هذا الاوردر بلوك البيعي كان هنا. هذا اريدكم تركزوا لي عليه كل الزين. راح اخليك تتنبأ شلون يصير اوردر بلوك قبل لا تنتظر السعر تاخذه منه. شنو رايك؟ المهم هذا عندي اوردر بلوك سحب سيوله. سحب سيوله. هسه تقول ايش منين سحب سيوله؟ ماكو، هاي القمه بعيده فوق. هاي قمه، هاي على 5 دقائق قمه، هاي 3 قمم. تمام؟ وسوالي شنو؟ سوالي ديسبليسمنت. تمام؟ وراها ايش سوالي؟ لكود لي هاي 3 قمم. تمام؟ بس ديسبليسمنت ولكود لي 3 قمم معناته القاع، هذا القاع صغير ما اخذه، اخذ هذا القاع انه يحترم هذا القاع. اي هذا القاع رجع علي، هذا القاع تشوفه، هاي الديسبليسمنت اللي طلعت منه. زين؟ هذه منه لهنا، هاي الديسبليسمنت كامله. زين؟ ارسم فيبو وشوف هاي المنطقه اذا ما ارتدت على منطقه ذهبيه انا بطل تداول. هاي المنطقه لان فيبو انا ما منزلها هنا بالبي سي باللابتوب. هاي المنطقه ارتدت من منطقه ذهبيه، فارتدت هنا. وهذا الاوردر بلوك ما تفاعل وياه لان تفاعل وياه بهاي الشمعه. زين؟ فهاي المنطقه شوفها. تمام؟ انه كان بيها تقريبا من 2325 لل 2334 110 نقاط. زين؟ زين. المهم فهنا سحب سيوله وسوى لي اوردر بلوك. زين. اكو شكل اريدك تحفظ لي اياه. شكل اريدك تحفظ لي اياه. اعتبر هاي شمعه. تمام؟ هذا احكي بالبولش يعني بالترند الصاعد. وهذه شمعة ثانية ما تهم الذيول، او عمي ارسم لك ذيول ما عندي مشكلة. هاي الذيل مالها وهذا الذيل مالها ماكو مشكلة. زين؟ تمام؟ وهاي شمعة هذا الذيل مالها حضراني دللون، وهنا ما بيها ذيل خلينا نقول. بعدين اجت شمعة هنا او هنا او هنا او هنا، بس اهم شيء هذا الذيل الشمعة هاي الثالثة ما تعبره، يعني اخر شمعة تاخذ. تمام؟ اخر شمعة. تمام؟ وهاي الشمعة الثالثة بوم هاي الرابعة. هاي الشمعة الرابعة تاخذ وحدة ما قبل الاخيرة وتاخذ الاخيرة والبعدها والبعدها. من اقول لك الاي سي تي هو اساس كل المدارس. انا عد كلامي. زين؟ زين. هاي الشموع هنا شو تكون لك؟ ثواني خلينا نرسم لنا ذيل، خلينا نرسم لنا ذيل حلو. هذا الذيل. زين. وهاي الذيول اعتبروها ذيول مال الشموع ما يحتاج ارسمها. تمام؟ المهم هاي الشمعة ضروري تخفل فوق ذني 3 شموع. تخفل وين؟ فوق ذني. اخذ الذيل. انا ليش رسمت الذيل على اول شمعة على عمود؟ ضروري هاي الشمعة تقفل فوق ال3 شموع. زين هسه تقول سفيان شنو يعني شنو معناتها؟ هنا راح يتكون لك اوردر بلوك. بوم. هنا راح يتكون لك اوردر بلوك. دلالة على كلامي؟ حفظت لي الشكل هذا بالبولش. بالبيرش اعكسها، اعكس لك اياها. هاي الشمعة هاي الشمعة هنا. تمام؟ وهاي الشمعة كانت صاعدة، هاي الشمعة صاعدة، وعندك هاي الشمعة هنا، وهذه الشمعة اجت سوري هذه الشمعة اجت هنا غلقت فوق ال3 شموع. هذا الذيل مالتها ناخذه هنا، وهاي الذيل مال الشمعة هنا. زين؟ ونجي ناخذ مربع وين اخر ذيل اليسار ناخذه، نشوف غلقت فوق ال3 شموع السابقة. اي نعم هاي الشمعة غلقت فوق ال3 شموع السابقة. زين. تعال يا حلو. وين الشمعة؟ وين الشمعة؟ هذه ناخذ قبل الأخيرة. زين؟ قبل الأخيرة عندي 1 2 3 4. 1 2 3 4. تجي هنا
تاخذ الذيل مال هاي الشمعة الثالثة، تاخذ القاع، عندنا قاع تاخذ. تعال شوف يا حلو شنو صار هنا بهاي الشمعة. انا البارحة منها دخلت، على فكرة بداية الكورس اذا تشوف انا كنت داخل منها، كنت حاط الصفقات. شنو صار يا حلو؟ هاي الشمعة بس فتحت رجعت. انت هنا خليتك تتنبأ بالاوردر بلوك. اتحدى اي شخص شارح هذا الشرح، ان كان مايكل، ان كان اي شخص على اليوتيوب، اتحدى اي شخص منطي هاي المعلومة، اتحدى. تمام؟ اتحدى. المهم، فهنا شنو صارت؟ هاي الشمعة وهاي الشمعة وهاي الشمعة صارت ثلاثة، الرابعة وين غلقت؟ جوا ذني الثلاثة، هاي بالبيرج. فهاي الشمعة شنو سوت؟ تفاعلت ويا الاوردر، صار عندك اوردر بلوك. صار عندك اوردر بلوك. تمام؟ بس انا اشرب ماي عشان السيجارة. وصلت المعلومة؟ هسه ناخذ شنو؟ مثال على البولش. انا جاي اقول لك تتنبأ انه يصير عندك اوردر بلوك، وتتنبأ انه السعر هنا خلص وراها ما يكمل. اكو واحد منطيك هيك شيء. يعني مثلا السعر دا يصعد انت تقول منين راح يرتد؟ منين؟ انا اعطيك هذا المفهوم انه السعر راح يرتد منه، خلاص من سوى لك هيك انطاك اشارات هبوط. وتدمجها ويا مفاهيم انطيتك اياها. هنا عندك ال 2338 تشوف شكو على 2338 تروح تشوف انا هذا الخط ليش حاطه، تروح تشوف اوردر بلوك على 12 ساعة. ماشي؟ اكو اوردر بلوك على الساعتين البارحة يا حلوين. شوفوا لي هذا الاوردر بلوك على الساعتين، انا البارحة دخلت من عنده. زين؟ هذا الاوردر بلوك على الساعتين. وين عندي هذه الشمعة؟ هاي الجسم مالها، الجسم اكبر من الذيل؟ اي الجسم اكبر من الذيل، فش اسوي؟ اخذها منها لي وين يا حلوين؟ للقاع الاخر قاع. شوف اذا تجي تاخذ بس الجسم راح تلاقي تفاعل عندك ويا ال 50% بالضبط. زين؟ وهذا انا اللي جاي اقصد عليه. بس انا هسه اريدك تاخذه كامل، بعدين اقول لك شلون تاخذه ويا الجسم. تمام؟ ما تفرق عندك ال10 نقاط وال20 ان شاء الله. فانا اريدك تاخذه كامل هالسنه نفس ما شرحت لك، بس هو الصح هذا من الجسم. شوف اذا تاخذه من الجسم الاوردر بلوك، اخذته من الجسم هذا، شوف شلون تفاعل ويا ال 50% بالضبط. شوف هنا شلون تفاعل ويا ال 50% بالضبط. بس انا اريدك تاخذه هسه ويا الذيل، لان بعدين راح اشرح لك شلون تاخذه ويا الجسم ويا الذيل. المهم هنا اخذناه ويا الذيل. هنا عندي بدايته تفاعل وياه مرتين هنا. زين؟ وراها جتني شمعة خضراء، غلق فوق بداية الاوردر بلوك، ضرب ال 50% وصعد. زين؟ هذا الخط مال 2338 شنو؟ شوفوا شلون طاخه بالملي. 2338 اريدكم انتم تعرفوا شنو. تمام؟ اريدكم انتم، هذا درس لكم، او لا مو درس، انه شو اسمه واجب، اعتبروه واجب. ماشي؟ المهم هذا ال 2338 2338.50 بالضبط. المهم فعندي وين نهاية؟ انا ايش قلت ابيع من ال 50%. زين؟ وستوبي فوق الاوردر بلوك. انت تقول لي ستوب بعيد، انا بعدين اقرب لك الستوب شويه انطيك مفاهيم اخليك تقرب الستوب. تمام؟ هسه اقدر انطيك مفهوم، بس ما اريد اتخن على دماغك. ما اريد اثقل على دماغك. هنا انا استهدف بدايه الاوردر بلوك، ضبطت الصفقه، دخلتها من ال 50%، دخلتها من نهايه الاوردر وحطيت ستوبي فوق الاوردر. انا ستوبي شويه فوق الاوردر. ضبطت وياي. هاي وين؟ على الساعتين. زين؟ ماشي يا حلوين؟ وراها ايش سوى؟ انا قلت لكم الاغلاق مهم جوا ال 50%. وراها ايش سوى لي؟ اغلق جوا ال 50%. هاي الشمعة اغلقت، ارجع مرة ثانية ادخل من ال 50%، ما عندي مشكلة، ادخل. دخلت من ال 50%، ستوبي فوق الاوردر بلوك او شوية فوق، لان عندي صفقة فوقاني، ما عندي مشكلة اجي مرة ثانية انا ادخل من الاوردر بلوك، ستوبي ما اخلي فوق الاوردر بلوك فد نوبة، اخليه هيجي وما عندي مشكلة. تمام؟
رجع هنا على 50% تفاعل مرة ثالثة، هم ماخذه كل شيء ما عندي، هم ماخذه. المهم قبل لا اخذه هذا هنا نزل، اي نزل وين جاب لي الهدف يا حلوين، هنا من جاب لي الهدف ويا اوردر بلوك تفاعل ويا ال 15 ادخل شراء منها مرة ثالثة. دا تشوف دا انطيك اياه الفني يدخل لك صفقة واحدة بس على الدعم والمقاومة، ينتظر السعر يرجع على الدعم او على المقاومة. لا انا خليك تاخذ السعر رايح جاي رايح جاي، تمام؟ هنا تفاعل ويا ال 50% اي تفاعل، نزل السعر اي نزل، رجع هنا على 50% تفاعل ويا ال 50% اي نعم، اخذت مرة ثانية بيع. وهسه اغلق جوا الاوردر مال الساعتين، لا اغلق جوا اوردر الساعتين، لا فتح فوق اوردر الساعتين وتفاعل ويا 2327. تمام؟ نجي وين؟ نحط ال 15. هنا ما كان عندي اوردر بلوك، ما واضح عندي على 15 على 30 ما واضح، على الساعة هم ما واضح أنا شايفه. المهم المعلومات اليوم كافية، أريدكم بس تشوفون. خل أعطيكم مثال على البولش مال هاي الشموع اللي قلت لكم عليه، شلون تتنبأ إنه راح يصير عندك أوردر بلوك، وشلون تتنبأ إنه السعر راح يعكس عندك. هم زين اتذكرت الحمد لله. أمسح ذني. يلا عوفا بعدين امسحها. زين انا حطيت فريم 4 ساعات، تمام؟ وين اجي على هذا القاع 2322، هذا القاع 2317، تمام؟ يعني هذا الهبوط على 4 ساعات راح اجي على هذا القاع. هنا ايش عندي يا حلوين؟ زين اجي احسب، انا اخذ هي الشمعة القبل الاخير واخذ ادنى قاع. زين اخذت الشمعة القبل الاخير، هذه الشمعة قبل الاخير قبل الصعود، يعني قبل لا تجيني شمعة بعدين شمعة بعدين شمعة. وين هالشمعة؟ هذه هي هاي الشمعة، اخذ ادنى قاع، هذا ادنى قاع، اخذت ادنى قاع. زين الشمعة الثالثة وين؟ 1 2 3 4، العفو الشمعة الرابعة وين؟ غلقت فوق ال3 شموع. غلقت وين؟ فوق ال3 شموع. هذا الدلالة على كلامي. 1 2 3 4 غلقت فوق ذني ال3. شنو سوى السعر؟ رجع احترم ال 50% بالضبط منا داخل انت المفروض. رجع احترمها بالضبط بالملي. انا شوف بشرفكم اذا تشوفون اي بث تيك توك، اي شخص اتحدى البثوث كلها يشوفون شمعة هيك حمراء وراها يشوفون شمعة حمراء صغيرة وراها شمعة خضراء، اتحداهم يدخلون صفقة لا شراء ولا بيع. حتى ورا شمعتين 3 4 ينتظرون. تدرون ايش ينتظرون؟ ينتظرون يا ينزل يا يصعد يا يسوي لهم دعم يا يسوي لهم مقاومة. لا انا بدي اعطيك شيء حتى انتظار ما اخليك تنتظر. شو تريد بعد اكثر من هذا الشيء؟ زين هنا رجع غلق فوقه، زين ورجع احترامه هنا بعدين، وتدخل هم تقدر منها تدخل ستوبك جوا 50%. بس انت هنا دخلت، يعني هدفك كان بعيد كلش، يعني هدفك دخلت خلينا نقول من ال20 عم يعوف ال40، من ال20 خلينا نقول بس بهاي الشمعة لل30 طالع انت ب100 نقطة. شو تريدها بعد؟ من يجيب ال100 نقطة بالتيك توك؟ هم ال50 نقطة عندهم سوينج. تمام؟ هذا المثال انا اعطيتك اياه، مو دائما يضبط، مو دائما، بس انا متاكد انه اغلب الاوقات يضبط. يعني ماكو شيء اكيد بالشارت 100%، ماكو شيء اكيد. البنوك تخسر، الشركات تخسر، امريكا نفسها خسرانه، تمام؟ بس انا دا اعطيك شيء انت روح راقبه، اوكي؟ ولا تنسون خط ال 2338.50 عرفوا لي هذا شنو؟ زين؟ على مود تعرفون انه هاي الشمعة شلون احترمتها بالملي وهبط. ماشي يا حلوين؟ يلا بالتوفيق.